السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آم، كنت برضه عايز اتكلم النهاردة في حاجة كده تانية. انا غالبا اي بودكاست او اي حاجة صوت هسجلها هرفعها كده من غير مونتاج بقى، من غير بقى ايه تسمعوا التهتها بقى وتسمعوا بقى وانا بسرح وبنسى الكلام وكل حاجة. مفيهاش حاجة يعني، اخوكوا يعني. طيب، النهاردة كنت عايز اتكلم في حاجة من اكتر الحاجات. اعتقد دي اكتر حاجة يعني من ناحية التسلية وعالم الانترتينمنت بتشغلني بشكل كبير من وانا صغير، وهي الكوميديا. انا بحب الكوميديا جدا، ومش بحبها لمجرد بس ان انا اتفرج عليها واضحك، او ان انا احاول اضحك اللي حواليا او معرفش ايه. لا، انا عايز اخش جوه لدرجة ان انا ممكن، والله ما بهزر، ادرس بيولوجي او ادرس علم الاحياء عشان افهم هو ايه اللي بيحصل في المخ عشان نضحك. يا جماعه احنا بنضحك ليه؟ يعني ما انا اسف ان انا باين متعصب دلوقتي، بس انا واخد الموضوع شخصي فشخ من زمان. هو احنا ليه بنضحك؟ يعني انا ليه دلوقتي لما حد بيقعد على الكرسي يقع بقى انا بضحك ليه؟ طيب ايه اللي بيحصل في مخي عشان اضحك؟ وهل في اساليب معينه في الكوميديا بتطلع ضحك؟ يعني احنا متفقين ان هي بتطلع ضحك. اتعملت بجوده عامله ازاي مش فارقه، بس احنا متفقين انك لو عملت واحد واثنين وثلاثه دول كده المفروض يأدوا للكوميديا. طلعوا كوميديا فانت نجحت، ما طلعوش فانت فشلت، بس ده مش معناه انك اللي عملته ده مش من اسباب الكوميديا. وهندي امثله ونتكلم وكل حاجه. طيب ليه بنضحك؟ دي بقى جننتني سنين، ولحد دلوقتي ما عنديش اجابه وافيه كده وشافيه للموضوع ده. وحسب ما قعدت اقرا واتفرج واسمع وكل الكلام ده كله، استخدمت كل حواسي يعني عشان افهم موضوع احنا ليه بنضحك ده. احمد امين، وهو من اكتر الناس اللي انا شايفهم بيضحكوني في حياتي يعني، وبيضحكوا عموما يعني، وناجح وراجل برنس كل حاجه. في بدايته خالص 2016 17 بكتير، اعتقد كان لسه عامل البلاتو موسم او موسمين بكتير، مش متاكد. كان طالع في برنامج مع رامي رضوان، وقال له ان هو وقال ان هو كان عنده نفس التساؤل وهو صغير، ووصل لنتيجه انه الناس بتضحك لما بتندهش. ده نوعا ما ممكن يكون هو اقرب حاجه للي انا برضو توصلت لها كده، او اللي جت في دماغي. هي حاجه مالهاش علاقه لا بالعلم ولا حاجه، هي بس سنس كده يعني، حاجه توقعتها او انا حاسسها وخلاص. كنت حابب اسمع الحاجات دي اكتر من الناس القديمه بقى المعتقه، زي يعني سمير غانم الله يرحمه او عادل امام او الناس دي، يقولوا لك هي الناس ليه بتضحك. لكن لما دورت لقيت ان كل كلامهم عن الضحك عموما وعن اهميته والكلام ده كله، وبشكل درامي قوي ما هي الكوميديا. يعني لما جيت اقرا شويه لقيت الدحيح كان عامل حلقه عن الضحك او عن ال الكوميديا. بيقول لك الكوميديا ما هي الا مأساة مر عليها زمن. على قد ما ده صحيح، بس هو صحيح في نسبة قليلة جدا من الضحك. يعني هل كل الكوميديا كده يا جدعان؟ هل كل الكوميديا مواقف محرجة او مواقف مأساوية عدى عليها فترة فانت بتفتكرها دلوقتي بشكل كوميدي؟ ماشي، جزء كبير منها كده، او بلاش جزء كبير، جزء منها كده وخلاص. انت دلوقتي لو حصلك موقف، بلاش يا عم ابسط حاجة، بوستاتك زي الزفت المحرجة، ولا شكلك وانت بتتصور وعامل جنب صورتك اكس اكس ومعرفش ايه والهري ده كله، ما دي حاجات احراج، حاجات بنت 60 كلب عايزه الحرق، بس انت دلوقتي بتضحك عليها وتقول يا لهوي ده انا بص يا دين امي كنت عامل ازاي والكلام ده كله. بشكل اكبر شويه ممكن يكون موقف محرج بجد بقى حصل لك في انترفيو شغل، ولا انترفيو، سوري، في انترفيو شغل او معرفش ايه وبتاع، بس انت دلوقتي بتحكيه وسط اصحابك او وسط ولادك مثلا لو قعدت فتره كبيره بشكل كوميدي. ماشي ماشي، دي حاجه ممكن تفسيرها نفسيا شويه، لكن انا بتكلم على الكوميديا اللي بتتقدم في شكل محتوى، في شكل فيلم، في شكل سكتش، في شكل مسرحيه او بشكل مسلسل، بشكل روايه، بشكل اي حاجه ان شاء الله، حتى لو بشكل نكته. انا بتكلم على الكوميديا المصنوعه، اللي حد قعد كده وكريت كوميديا من الصفر، مش فكره موقف اوريدي بس هو بيحكيه ولا بيعيد صياغته، مش اكتر. طيب ايه بقى اساليب الكوميديا اللي احنا ممكن نرصهم كده، ممكن كده نعصر دماغنا شويه ونفتكر امثله مع بعض؟ اول مثال، او سوري، اول اسلوب انا شايفه المبالغه. بكل بساطه انت لو بلغت غالبا هتضحك. المبالغه دي اللي كان ماسك الحته دي وهاريها ومطلع منها ضحك كان اكرم حسني.
اكرم حسني وفي البرنامج بتاع ابو حفيظه اللي هو اسعد الله مساءكم كان بيستخدم المبالغه بشكل كبير جدا عشان يضحك. انا مش قصدي انه بيستخدم المبالغه بشكل كبير انه كان بيبالغ قوي، انا قصدي انه كان بيستخدم المبالغه في عدد مرات كتير في السكتشات عشان يضحك. اللي هو نوعا ما هو بيجيب لك سيتويشن غالبا مش طبيعي هيحصل، يعني حاجه، يعني انا فاكر كان في حلقه عن الفريند زون او العلاقات او حاجه زي كده، وكانوا جايبين في الحلقه جايلان علاء هي ممثله برضو، كان طلع في السكتش بيتكلم صاحبتها وبتقول لها انا حاطه 4-5 في الفريند زون، فراحت فتحت دولابها كده في انت لقيت 4-5 يعني 4-5 رجاله فعلا. فاهم قصدي؟ المبالغه مثلا ان انا اعمل شخصيه كرتونيه قوي. المبالغه مثلا يعني انت متخيل ان في وقت من الاوقات زمان جدا الافيه بتاع هو مصر كلها جايه تبارك لي ولا ايه ده كان بيضحك، هو بس عشان عدى عليك كتير بس انت دلوقتي انت ما بتضحكش، لكن هي مبالغه، هي اكيد مش مصر كلها جايه فعلا بتزورك ولا جايه تسالك انت عملت ايه مثلا في الامتحان، اكيد دي مبالغه، ده سؤال مبالغ فيه جدا، بس زمان كان بيضحك لان يعني المبالغه عموما بتضحك. لو انا عايز اجيب لك واحد تخين زي العجل وبياكل كتير فشخ فهحط لك قدامه كميه سندوتشات مش طبيعيه عشان تضحك، اخليه دايما همه على الاكل عشان تضحك، مع ان مفيش حد بيبقى بالشكل ده قوي. هبالغ لك قوي في الحوار ده. مسلسل الوصيه مثلا الحلقات بتاعت ايمن وطار جابوا لك ان هو اعدم شحنه البسكوت كلها لوحده، ما دي مبالغه عشان تضحك. فاهم قصدي؟ المبالغه عموما بتضحك عشان ما هو هنا بقى معلش يعني انا رحت لاساليب الضحك ونسيت اقول لك انا بالنسبه لي ليه الشخص بيضحك او الناس بتضحك. انا بالنسبه لي احنا بنضحك عشان في زي لخبطه كده او في حد كده بيكرمش الورق اللي في مخنا. يعني مثلا انا متعود ان الشخص الطبيعي بياكل مثلا سندوتشين مثلا عادي وهو قاعد بيتعشى، لو جبت لي واحد تخين وقصاده 150 سندوتش ده شكل غريب على مخي، ده شكل هيخلي مخي يحصل له لخبطه كده. يعني عارف انت موجات القلب او موجات الدش دي مثلا ماشيه كده وفجاه تروح تقعد تطلع وتنزل جامد كده، او الطلعه والنزله الجامده دي هي دي اللي بتخليك تضحك. فكره ان مخك زي ما يكون جاله صعقه كهربائيه كده، وكل ما كان التردد اعلى كل ما كان الافيه جاب ضحك اكتر. ويعني هنتكلم بقى في كل اسلوب من اساليب الضحك وبيأثر ازاي على حته الموجه بتاعت المخ دي. طيب اول حاجه قلنا المبالغه، والمبالغه مثلا ممكن مثلا تبقى في عدد ارقام، زي ما قلنا مثلا فكره ان واحد تخين بيحب الاكل فانت هتجيب له 150 سندوتش. ويا جدعان بالمناسبه في ارقام بتضحك وارقام لا لسبب ما انا مش فاهم ليه. يعني انا في فتره كنت باكل اندومي كتير جدا، وكان اخويا كنت انا واخويا بس عايشين لوحدنا، فاخويا كان بيزعل قوي من الحوار ده انا باكل اندومي كتير. في مره كان نازل يجيب طلبات فقال لي يا محمد عايز حاجه؟ قلت له عايز اندومي. قال لي عايز كام كيس؟ 9. انا ما اعرفش ضحكت، يعني 9 ده رقم ضحكني فشخ. لو قال لي لو قال لي طب عايز قد ايه؟ 100 مش هضحك، عادي. لو قال لي 50 مش هضحك، لما قال لي 9 ضحكت فشخ وانا مش فاهم ليه. فدي مبالغه برضو ليها علاقه شويه بالارقام. طيب تاني حاجه اسلوب اساسي كده من اساليب الضحك وبرضو اتعمل كتير وشغال وكل حاجه اسمها الكونتراست. يعني ايه كونتراست بالعربي؟ يعني تباين. ولو انت بتedit صور او ليك في تعديل الفيديوهات والصور عموما هتعرف ان دايما التباين دي اللوجو بتاعها هي كوره كده نصها ابيض ونصها اسود، التباين ما بين الابيض والاسود. طيب هنا في الكوميديا معناها ايه بقى؟ يعني ايه تباين في الكوميديا؟ مثلا فيلم ابن عز او فيلم اتش دبور، ابن عز بتاع ولي الدين الله يرحمه، او فيلم اتش دبور، الكوميديا كلها طالعه من ان انت جبت شخص مرفه جدا وغني بشكل مش طبيعي، رميته في العالم الناس الشعبيه والناس على قدهم قوي ماديا، وفي بقى الجدعنه بقى ومعرفش ايه والكلام ده كله. فهو راجل بيتعامل من طبقه فوق قوي وهم ناس تحت قوي، فالكونترست ده التباين ده هو اللي خلاك تضحك. فاهم قصدي؟ مثلا فيلم ثور الاولاني كل الكوميديا اللي طالعه منه غالبا ما فيهاش ولا افيه، الكوميديا كلها جايه من ان
واحد اله الرعد ولا معرفش ايه كده في الكوكب بتاعه، انا نسيت اسمه يعني، ونزل على الارض، فهو في عالم غريب، هو مش عارف هو بيتعامل فيه ازاي. فيلم رسائل الى الوالي عادل امام، اعتقد هو اسمه كده رسائل الى الوالي عادل امام، لما جه حب يكتشف العالم، و الرجال اللي كانوا معاه اللي هم تقريبا كانوا علاء ولي الدين وعلاء مرسي وحد تالت كده كمان مش فاكر اسمه، لما راحوا وقعدوا ياكلوا كشري ببلاش ولا ايه، وبعد ما خلصوا اكل كانوا هو هيقوموا يمشوا، هم مش عارفين يعني ايه هنحاسب ولا هنحاسب ليه، وهم مش فاهمين. ففكره انك تجيب حد تحطه في عالم غريب ده بتضحك. لما تجيب مثلا عيل سرسجي تخليه يرتبط ببنت مثلا مستوى اجتماعي ومادي عالي جدا وتعمل بيهم سكتش هتضحك، او العكس تجيب راجل برنس نازل من البي ام ومرتبط بواحده مثلا على الحديده، لو حبيت تعمل منهم سكتش كوميدي من غير ما تكتب افيهات غالبا هتلاقي نفسك الناس بتضحك، انك بس تكتب بس كلام. لسه كنت بتفرج على فيلم بنك الحظ دلوقتي، المشهد لما راح يجيبوا سلاح من احمد فتحي اللي هو كان شغال في تقريبا في كباريه، وعمرو ده اللي هو كان عامل دوره اكرم حسني داخل يقول له هاي ويقول له ميرسي وبتاع، ده ضحك من غير ما حتى احمد فتحي يبقى مرايه لينا، اللي هو يستغرب ان في واحد داخل مكان زي ده وبيقول له هاي وميرسي. انت بتضحك، انت بتحس ان في عيل فرفور جاي مكان عوقه زي ده وبيتعامل بطبيعته بس انت بتضحك. فده الكونتراست، وده انت ممكن تبني منه حاجات عظيمه ملهاش اول ولا اخر. العب بقى في الموضوع، اعمل كونتراست واعمل جوه الكونتراست كونتراست تاني وحط ابعاد والعب زي ما انت عايز. فالكونتراست ده بالنسبه لي من اكتر الحاجات الغنيه جدا ممكن تطلع منها ضحك. طيب الحاجه الثالثه انك تربط لي حاجتين ملهمش علاقه ببعض وتمشيهم في جمله واحده. بمعنى كان في حلقه من بودكاست اشتري مني، ومش فاكر بدر اللي بدأ السكتش ده او بدأ الحته دي، انه كان بيتريق كان او بينصح الناس بيقولوا بدل ما تطلعوا ولادكم يعني حربوقه كده وشخصيات سوسه ومش سالكين، وراح مقلد كده ست كده في منطقه شعبيه وهي بتتكلم ازاي وبتخبط على ايديها كده ويا واد اللي يدوس لك على طرف معرفش ايه، عمل كاركتر كده في كام ثانيه ابن اللذينه وضحك الناس وبتاع. فعملوها كأن الست دي بتشرح لكونتنت كرييتور يتعامل ازاي. فانت رحت جبت لي شخصية المفروض ان هي ست في منطقة شعبية، لبس شوية عوق شوية، بتدي نصايح بطولة لسان لواحد عشان هي حربوقة بقى وبتطلع حد يعني ابنها مثلا بتطلعه شخصية من عيلة بنيلة، فماشي ده ممكن يبقى سكتش لوحده. لا ده انت كمان رحت ربطته كأنها بتدي نصايح لناس كونتنت كرييترز. فهو تخيل الشخصية دي بتدي موقف زي ده، فانت رحت ربطت لي حاجتين مهمش علاقة ببعض. ودي برضو ممكن برضو تمشي كونترست شوية، بس الكونترست غالبا لازم تحط حد في موقف غريب عليه، لكن هو هنا لا ضربت حاجتين ملهمش اي علاقة ببعض. انه رسم لي صورة ان تخيل لو واحدة زي دي فعلا بتشرح حاجة زي كده. برضو في نفس البودكاست بس كانت حلقة تانية، كانوا بيتريقوا على الشحاتين النصابين اللي انتشروا اول فترة اللي فاتت، وجابوهم انه لو ازاي الشحاتين دول هيتكلموا بنفس الاتيتيود وبنفس الفايبس بتاعت الناس اللي بتعمل لك برزنتيشن، الناس النصابه بتاعت كيونت والاشكال الغريبه دي، او مثلا حد يجي لك بفكره مهروسه 100,000 مره بس يقول لك ان احنا ستارت اب عندنا فكره جديده وبتاع، احنا مين؟ احنا ما اعرفش ايه. هم حتى بيتخانوا صوتهم كده وبيتكلموا بشكل معين كده عشان يعني بيتريقوا على الناس وبتاع. فهو راح ربط لك ما بين الناس اللي بتعمل برزنتيشنز بشكل معين او بتوع كيونت او الناس اللي هم بتوع الستارت ابس الستارت ابس اللي عايشين في الدور وبتاع، ربطوهم ان هم لو هيشحتوا ازاي. فبرضو ادي صوره جديده اتكونت في مخك. عشان كده بقول لك هو دايما مخك بيحصل له الربكه دي. عشان كده احمد امين زي ما قلت لك انا من اكتر الاجابات المقنعه بالنسبه لي، بقول لك لما مخك يندهش، هو مخك مش بيندهش على قد ما بيتعفرت، على قد ما بيتخض. واكبر دليل على كده ان اكتر حاجات بتضحك هي المقالب. انا بالنسبه لي المقالب والخضات هي اكتر شكل بيزك وسيمبل للضحك. احنا بنضحك لما نشوف حد بيتخض لان ده اللي بيحصل لنا بالظبط عشان نضحك.
فاحنا لما بنشوف ده مخنا بيرسم صوره على طول، فاحنا بنضحك. ما علينا عشان ما نطلعش بره الموضوع. طيب فاحنا كده عندنا كونتراست، عندنا مبالغه، عندنا انك تربط لي حاجتين ببعض او ترسم لي صوره غريبه او. طيب حاجه رابعه وهي طبعا يعني بسيطه جدا، وهي يعني مش بسيطه، بديهيه طبعا، وهي السخريه. السخريه مش شرط تكون اسلوب من اساليب الضحك الواضحه ممكن تستخدم فيها 100,000 حاجه، بس السخريه بالنسبه لنا عميقه جدا. ليه؟ لان انت ممكن تبقى فيلسوف حقيقي، فيلسوف، وتتكلم في موضوع جاد جدا زي الاقتصاد او معرفش ايه، او العنصريه ضد جنس معين او عرق معين او الكلام ده كله. انت بتتكلم في موضوع مهم، بس تسخف من رأي حد، تطلع قد ايه ان رأي حد ده من كتر ما هو عنصري انت مش عارف تاخده بجدية. تتريق على وجهة نظر مثلا تبان جد قوي من بره، بس هي من جوه في منتهى السخافة. فانت هنا التريقة والسخرية مش انك مطلع واحد على المسرح وبتقول بص كرشه عامل ازاي. انا بالنسبة لي ده عبط، مش ضحك. السخرية او المحتوى الساخر اللي يؤدي الى كوميديا انك تتكلم في موضوع جاد بس تبص عليه من نظرة انك بتسخف منه او انك بتهزر معاه بشكل اوضح. السخرية مش فكرة التنمر ومعرفش ايه والكلام ده كله، لا خالص. هو التنمر بيضحك، بس دي حاجة غرائزية عندنا احنا كبني ادمين، دي انا مش دعوة بيها. انا بتكلم على المحتوى الكوميدي اللي بيتكتب. مثلا الكوميديا السياسية، انت بتسف مثلا على مبادئ حد وبتقول له قد ايه ان انت راجل ما بتفهمش، واللي انت بتقوله ده ملوش اي عايزة وملوش اي معنى، عن طريق انك بتقدمه بشكل سخيف. فانت كده هنا ساخر. في ستاند اب كوميدي اسمه جورج كولين باين حاجه زي كده، انا الاسامي بتروح مني. الراجل ده يا جدعان كل الكوميديا بتاعته انه بيتكلم في مواضيع جاده، بس غالبا بيغير التون بتاعه. يعني هو عايز يقول لك مثلا ان الحكومه الامريكيه اصدرت قرار عشان تقلل من العنصريه انها هتعمل كذا وكذا وكذا. والله في فترات كان كل اللي بيعمله انه كان بيقول القرار بشكل كده انه ايه، بيقطع فيه كده بشكل معين ويقول لك مش عارف ايه كده وبتاع، فانت تفهم انه بيتريق عليهم فتضحك. طب هو فين هنا اسلوب الكوميديا اللي هو عمله؟ هو ما عملش حاجه، هو سخف من حاجه تبان قوي ان هي مهمه، فاترجمت في مخك ان هي حاجه تضحك. فالسخريه بالنسبه لي هي حاجه هتلاقي دايما ان اكتر الناس الساخره هي ناس مثقفه جدا، لانه عارف هو لما بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن حاجه جد جدا. لما يجي ينزلها الارض الواقع ويفرشها ويفنطها لحاجه في منتهى التفاهه، بالونه كبيره قوي منفوخه اسمها السياسه ولا اسمها علم المعرفش ايه او التنميه البشريه، لو جيت دورت من جواها هي عباره عن هوا، هي كلها حاجات ملهاش اي معنى. فلما تفصصها تلاقي الدنيا فعلا ان هي حاجه ضعيفه جدا. دي السخريه اللي بالنسبه لي مضحكه. دي الساخر الحقيقي هو اللي يخش جوه مخك كده يقول لك معلومات حقيقيه وموضوع جد، بس يزغزغ مخك كده وهو ماشي فانت بتضحك. وده نوع الكوميديا، نوعا ما نوع الكوميديا المفضل بالنسبه لي من حيث السخريه بشكل عام، لان السخريه ابوابها كتير قوي، وابسطها طبعا هو التنمر والحاجات دي كلها. وطبعا يعني صريخ الضحك اللي انا كنت بشوفه من مثلا حاجه زي مسرح مصر، ان هم يتريقوا على ويزو انها تخينه، ولا على ما اعرفش حمد المرغني ولا أسقس ان هو مش حلو. كل الهرج ده بالنسبه لهم هوش كوميديا، ده عبط وملوش اي معنى يعني. طيب نوع كوميديا تاني كان في مخي دلوقتي وراح بجد والله مش بهزر، فانا هقعد شويه كده لحد ما افتكره. نوع الكوميديا يا خبر ابيض ازاي كنت هنساه ده من الادوات الكتيره اللي اشتغل بيها احمد امين فتره، وهي فكره حرفنه الكلام. حرفنه الكلام مش ان الكلام يبقى حريف، ان الكلام يبقى حرفي، انك تحرفنه، انك كل الكلام اللي بيتقال بشكل بديهي وله معاني مثلا زي الامثال، زي الاقوال المأثورة، زي الجمل العامة اللي الناس في مصر او الوطن العربي بيستخدموها بشكل عام، وتيجي بس تحطه في نطاق حقيقي انك تفتح عليه الباب كده وتقول ده يلا نتحاسب بقى. فانا فاكر ان احمد امين في فترات كبيرة جدا في البلاتو كان معظم كلامه او معظم الكوميديا اللي بيطلعها
من الحته دي. واعتقد السبب في ده ساره هجرس. يعني ساره هجرس دلوقتي هي كاتبه كوميديه جباره ومعلمه وكل حاجه، بس فعلا هي مرتكزه بشكل كبير قوي على الحوار ده، ان هي تمسك مثلا الامثال الشعبيه. واعتقد في سكتش لاحمد امين كان بيتكلم فيه على الامثال الشعبيه في البلاتو، تقريبا سيزون 2 او 1 مش فاكر، هو واحد اتنين، هي من الحاجات القديمه بتاعته يعني. ومسك كل الامثال بقى زي هبله ومسكوها طبله. طب ما يا هبله ما تسيبوها. انت فاهم قصدي؟ هو عمل ايه؟ هو اتعامل كأن في فعلا حد بيشتكي ان في واحد، ان حد بيشتكي ان في واحده هبله ومسكوها طبله. فاهم قصدي؟ مع ان هو طبعا المعنى له يعني في معنى في بطن الشاعر بقى، والقصه دي كلها انه مثلا يتكلم على حاجه زي ايه يا ربي، تاهت من دماغي دلوقتي. التهديدات مثلا، التهديد في العاميه المصريه، اللي هو ده انا اوديك ورا الشمس وما اعرفش ايه وبتاع. طب ليه يا اسطى توديني ورا الشمس؟ فاهم؟ هو بياخد كل الكلام اللي تقدر تقول عليه في اللغه العربيه يعني كنايه او استعارات، او بياخد كل الكلام اللي في البلاغه تقريبا ويحاول يخليه بشكل حرفي، مع انه هو اساس الموضوع انه ما يبقاش بشكل حرفي. هو نوعا ما نوع من انواع المبالغه، او نوع من انواع الصوره الجماليه اللي عايزه تؤدي غرض معين. انا عايز اقول لك جمله اعرفك قد ايه ان انت في خطر دلوقتي، او اقول لك جمله عشان اهددك بيها، اقول لك جمله اقول لك قد ايه انا مبسوط، او قد ايه انا جعان، او قد ايه انا كذا 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 كذا، او قد ايه ان انا محرج. زي مثلا الناس كلت وشي، احمد امين لوحده رمى 3 4 افيهات على فكره الناس كلت وشنا دي في نفس البرنامج، بس على فترات متباعده يعني. ففكره ان انت تمسك الكلام تخليه بالمعنى الحرفي. احمد حلمي مره كان طالع ستريم، واحد بيقول له ما تحرق لنا كده الفيلم بتاعك الجديد، راح مطلع السيناريو بتاع الفيلم، نسخه من الفيلم، راح مولع فيه. مش مهم ده ايه يضحك ولا لا، بس انت فاهم هو اسلوب الضحك جاي منين؟ جاي انك بتاخد الكلام بالمعنى الحرفي. اخر نوع يعني كوميديا، واعتقد برضو ده اكتر نوع دارج وموجود في العالم دلوقتي مش بس في مصر، هو القلش. انك تقلش. والقلش برضو من الحاجات البيزك جدا، زي الخضات والمقالب اللي بتخلي الناس تضحك. عمرو عبد الجليل مثلا ملك الحوار ده. واحد مثلا مأذون، قول ورايا، فقول ورايا. هو بيقول له قول ورايا، يعني قول معايا اللي هقوله دلوقتي، فهو ينطق حرفيا كلمة ورايا، فدي قلشة. المذيعة بتقول له المذيعة بتقول له قراراتك بتاخدها على اساس كذا ولا كذا، فقال لها على ما تفرج. ماشي قشطة اوكي حلو ربنا يعينك، بس انا بتكلم على فكرة انه القلش عموما هو يعني لو هنقول ان المخ بتاعنا ده بيبي، ومن ساعة ما نزلنا على الارض دي، واول شخص في الدنيا، انا نفسي اعرف مين اول شخص في الدنيا هزر وضحك. يعني قعدت يعني اقرا فيها فترة ما وصلتش يعني، بس ما علينا. اول مخ بشري فهم يعني ايه كوميديا وضحك، اعتقد انه اول حاجة فهمها هي القلش. يعني القلش او الخضات، يعني حاجة من الاتنين دول، اللي هو فكرة المخ اللي كان عنده الحياة ماشية بصورة معينة، فجأة حصل له الدروب ده او الشوك ده فضحك. بس دي كده كانت شويه دردشه عن الكوميديا، دردشه عشوائيه تماما غير محضر لها يعني. اتمنى تكون تعجب اي بني ادم يعني. وعملنا لنا بتاع 23 دقيقه، حلو والله جميل. كنت متصور انا هطول اكتر من كده. برضو تاني انا هنزلها من غير مونتاج، فلو لقيت بقى اي تحتها، لقيتني ببلع ريه في حته، لقيتني بسكت فجاه وسرحت والكلام ده كله، عادي برضو ولا يهمك حبيبي يعني. لا والله عادي والله مفيهاش حاجه يعني. بس شكرا.